انا بتفرج عليك. انا بتفرج. طب خلاص، طب بتفرج عليه، احنا على البث المباشر. انا بتفرج عليك بس انت عصبي قوي. انا بخاف عليك لان ضغطك يعلى. انا ما شفتش حد بيصرخ بالطريقه دي. حد بيحب الزمالك وما يصرخش؟ انا بحب الزمالك بهدوء. ليه اصرخ؟ ليه؟ ما هو يعني انا اسالك سؤال يا فنان. قول. انت شايف لو الاهلي هو اللي في نص النهائي كان القنوات الفضائيه تناولها الاعلامي هيبقى زي التناول دلوقتي؟ انا مالي ومال غير. انا مالي ومال غير. طب انا بكلمك عن نفسي. هو انت مش اديني حقي. سؤال، مش انت دلوقتي بتطلع لايف وعندك القناه بتاعتك او ايا كان الظهور بتاعك؟ أيوة صح. على السوشيال ميديا وبتتكلم على الزمالك زي ما انت عايز. صح. خلاص انت مش محتاج قنوات في حاجه. القنوات غطت للزمالك، اشكركم وكتر خيركم وعلى راسنا من فوق. ما غطوش الله يسامحكم، بس خلص. هتعصب نفسك ليه؟ ما احنا بنوصل راينا خلاص عن طريق السوشيال ميديا. انا تمام. انا وحضرتك هنتنافس منافسه شريفه. قول. تمام. هنجري من هنا مثلا للهرم. حضرتك ده كرش واحد يجري. ده كرش واحد يجري. حضرتك واحد في السكه وقف واداك موتوسيكل عشان تسبقني. انا مش انت خلي بالك انت بتصوره اهو. انت مش انا اهو. ما انا مش عايز الراجل اتفضح. طيب يعني ممكن يكون هربان من شغله. طيب ولا ماشي. فضحته انت طيب كده. انا بسالك سؤال. قول. مش هتزعل ان لو واحد وانا وانت بنتسابق منافسه شريفه واحد اداني عجله عشان اسبقك بيها؟ عايز الحق ولا ابن عمه؟ لا، الحق. طيب الحق في قرارات بتتعمل لصالح حد، احنا بنقول غيرنا بيقول لا. فدخلنا في حته ايه؟ رايي ورايك. الاحسن ايه؟ اركز في لعبي. انا بدل ما اتخانق واتشال واتنكت على كوره ما اتحسبتليش او كوره اتحسبت ضدي، انا لازم يبقى ليا 20 فرصه على الجون. فاهم؟ فما سيبش ال 90 دقيقه وامسك في كوره. كده انا راجل خايب. تمام. كده انا فرقه خايبه. تمام. اوكي. انا فرقه قويه، فرصه ما اتحسبتليش اخد الثانيه والثالثه والرابعه. هل انا دايما عندك خطين. خط انها مؤامره، وخط ان هي حاجه انسانيه وارد فيها الغلط. الخطا موجود في كل دوريات العالم. الخطا البشري ده حاجه موجود في كل دوريات العالم، ومش شرط تبقى مؤامره، ومش شرط يبقى اصل اللي قاعد على الفار. احنا بوظنا الكوره. احنا ما بقيناش نستمتع بكوره، ما بقيناش. الموضوع بقى مشاحنه زياده وده يا جماعه. مش احنا في الاخر كلنا مصريين، والكوره في الاخر زي التمثيل انترتينمنت للترفيه. هي في الاخر للترفيه. انت مثلا انا فعلا بخاف عليك، انا ما اعرفكش شخصيا، بس لما بتفرج عليك انا بخاف، بحس ان ضغطك عالي هيعلى. ليه يا عم يجرى لك حاجه مش هتفيدك الكوره في حاجه؟ يعني كان عندي واحد صاحبي بلجيكي يقول لك انا ما بفهمش الكوره دي. 11 راجل كبير محترم بيجروا ورا كوره قد كده. فالموضوع لذيذ. يعني بنحس بالظلم ساعات، بنحس بالظلم، بس دايما هنيجي ايه؟ لو نيجي نفكر بالعقل كده ونهدى، طب فينك بقيه ال 90 دقيقه؟ فاهم قصدي ايه؟ لما يبقى فرصه واثنين وثلاثه واربعه، انت ايميديتلي على طول هتلاقي الفريق انسحب خلاص. لا ده كده باينه. انما غلطه هنا ولا غلطه هنا ولا غلطه هنا، فينك باقيين ال 90 دقيقه؟ فين المدرب اللي يغير؟ فين اللعيبه اللي روحها؟ فاهم قصدي ايه؟ بس هو ده مبدئي، وعشان كده انا هادي. طيب هادي ومبسوط. طيب خلينا بقى في اللي الناس مثلا تحب يعني تعرفه. بتحب الزمالك بقالك قد ايه؟ من طول عمري. انا ابويا الله يرحمه رقم عضويته في نادي الزمالك كان 435 ايام ما كان نادي الزمالك مكان مسرح البالون. فانا اتولدت شفت ابويا زملكاوي ولا طلعت زملكاوي. ما بتاثرش على شغلك؟ يعني مثلا ما تلاقيش مثلا معجبين يعني من النادي الاهلي مثلا يقول لك احنا زعلانين منك عشان ان انت بتجهر بزملكاويتك؟ طيب خطير. يعني ايه بجهر؟ هو انا بجهر بحاجه قبيحه؟ انا راجل زملكاوي، انا هقول ايه يعني؟ حلوه اجهر دي. لا انا اقصد، انما القصد ايه؟ واحد اهلاوي زعلان مني هطيب خاطره غصب عني. يعني انا اقصد ان معظم الفنانين لما بيتسالوا هو اهلاوي ولا زملكاوي بيمسك العصايه والنص ويحاول يخبي انتمائه. ده كان كده وهو ده الصح وده كان زمان، بس خلاص. اصل خلي بالك السوشيال ميديا يعني مش عايز اقول لفظ عرت، بس هي يعني عرت الناس كلها خلاص، كشفت الناس كلها. ليه؟ انا اكيد بناقر واحد صاحبي بيناقرني بتاع، فهيبان انا زملكاوي ولا اهلاوي، مش سر. وبعدين خلاص كل الممثلين الزملكاويه معروفين وكل الممثلين الاهلاويه معروفين، واللي فعلا ما لهمش في الكوره معروفين. ما هو في واحد يقول لك انا زمهلاوي، تعرف ان هو ملوش في الكوره. انا عايز اسالك سؤال يعني مش ما تاخدش الاجابه بتاعته حرفيه. طب انا هقبض على الانترفيو ده طيب؟ ولا انت بتقبض لوحدك؟ لا
ده شرف كبير ليا والله. يا إن حبيبي، حضرتك تكون على موجود راسي معايا. من فوق، لو على راسي. تخيلنا مثلا ان هيجي لك بس فيلم، بطل طلع الراجل والنبي احسن. لا. هنتسبب في طلعه أهو. ده هربان من مراته اصلا. انا لو تخيلنا ان في مثلا فيلم هيمثل هيحكي حكايه نادي الزمالك، انت واحد من اللي هيمثلوا في الفيلم، تتوقع ان انت تحب تمثل شخصيه مين في قصه بتتناول حدوته نادي الزمالك؟ التتش. 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 انت كده بتسوحني. انت كده بتسوحني. لا بص خلينا نقول حاجه. مين من رموز نادي الزمالك اقرب لشخصيتك؟ كتير جدا. اقرب لشخصيتك. ما انا ما اعرفش شخصيتهم. انا اعرفهم من الشاشه. لا، لما تسمع حكايتهم ممكن تحس ان انت تقدر تجسد الشخصيه. يعني هقول لك حلمي زموره مثلا. حلمي زمورة. يعني مثلا بس حلمي زمورة عمل انشاءات كتير وعمل يعني فاهم كان يعني ناس كتير اصل اساطير وفي منهم اساطير لعيبه كوره. انا هعمل ازاي انا لعيب كوره انا يعني؟ ما يوسف الشريف ما كانش لعيب كوره وعمل. معلش بس يوسف الشريف مش مراد بكرم يعني. يوسف الشريف كان لعيب كوره في الاخر. كان لعيب كوره. كان لعيب كوره. انا بس عايز اقول لك حاجه. احنا دلوقتي الانسان جسد وروح ونفس، كل حاجه وليها اللي بيطبطب عليها. مثلا الجسد اللي بيحب الاكل، اللي بيحب الرياضه، اللي بيحب الفاشن، اللي بيحب مش عارف ايه. الروح الاديان، انت وقربك من ربنا. نيجي للنفس بقى، انت بتدلعها بطرق مختلفه. فاهم قصدي ايه؟ فحب الزمالك مجرد حاجه من حاجات كتير، او حب الاهلي او حب الاسماعيلي، او يعني لو تشجيعك للكوره تحول الى حياتك يبقى انت عندك مشكله. عندك مشكله. لا طبعا عندك مشكله. التشجيع فريق الكوره لازم يكون جزء صغير. انت اخ واب وجد ورجل بتشتغل، وانت حاجات كتيره قوي. ولو انت مش حاجات كتيره قوي يبقى انت مقصر في حق نفسك. انما ان انت تشجيع الكوره يتحول الى عالمك، هو ده اللي عامل كل المشاكل اللي بوظت الكوره في مصر. انت مجرد جزء منك بتحب النادي الفلاني بتشجعه، بس بقيه الاجزاء بقى عادي، احنا مواطنين مصريين مع بعض يعني. الفنان شاف ازاي تعامل جماهير شباب بلوزداد مع الزمالك في مباراه الذهاب؟ ناس محترمه جدا جدا، شجعوا حتى النهايه بكل ادب وكل اخلاق، وعاملونا كويس وقابلونا كويس، والبرامج بتاعتهم بعد كده اتكلموا بكل حياديه يعني حاجه انا نفسي تبقى موجوده في مصر. نفسي عندنا يبقى في حياديه من غير ما نخون حد، ومن غير ما اصل ده مش عارف من كفر الشيخ وده من الشرقيه وده من يا جماعه بلاش كفر الشيخ يا جماعه. الدنيا ما يعني الدنيا ابسط من كده. الدنيا ابسط من كده. عيب اللي احنا بنعمله ده قوي. انبسط، نتفرج على كوره وننبسط. متضايقين عشان فرقتنا اتغلبت او كان ليها حاجه وما اتحسبتش او لازم انحسب فرقتي. فين بقيه ال 90 دقيقه؟ يعني انا الزمالك مثلا بعد الشر في ماتش اتغلب، اصله كان ليه مش عارف ايه. طب والباقي؟ صح. ما هو كان ليه دي خدت ايه؟ خدت دقيقه 2. طب وباقي 90 دقيقه والاكسترا تايم فرقتي عملت ايه؟ بس ما لازم ابقى حقاني، بس مش اكتر. انا سعيد جدا. انا اسعد والله سعيد والنبي جدا. عشان خاطري خف عصبيه. حاضر. عشانك والله. اوعدك والله ما حد اوعدك وعد شخصي ان انا اخف، بس هتقول ايه الراجل فعلا وافق بعض. والله ما حد هينفعك لو جرالك حاجه. خلي بالك العصبيه دي بتعلي الضغط فعلا. ما حدش ينفعك. اشكرك طبعا. سعيد جدا واسف ان انا يعني ايه خدت جزء من وقتك. لا طالما الماتش ما ابتداش او تطفلت انا معاك تحت امرك.